دام العمر مكتوب الحكم شرع الله والوحدتنا قلوب. مدارس الإخاء الأهلية إحدى مكونات المجتمع السعودي، نشأت وترعرعت على أرض هذا الوطن المعطاء، نهلت من خيراته الطيبة وعطاءاته المباركة، كما رفدته بكوادرها الواعدة وجيلها الطموح عبر سنوات عطائها المديدة، حتى غدت المدارس بشخصها الاعتباري وجيلها الواعد مثالا للمواطن الصالح البار بوطنه وأمته، يأخذ من الوطن ليعطيه وينهل منه ويسقيه ويتفيأ ظلاله ويبنيه. تساهم المدارس كباقي مكونات المجتمع السعودي في كل عام بشكر نعمة الله تعالى علينا بتوحيد المملكة وجمع الصف ولم الشمل تحت راية المؤسس رحمه الله تعالى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. وتعبر المدارس عن ارتباطها بهذه النعمة العميمة بصور عدة. ابتداء من تغريدات بلابلها الصغار وأنغام شبابها الكبار في الإذاعات الصباحية، يسجعون من خلالها أعذب ألحان الوطن وملاحن بطولاته وأمجاده. وإلى التعبير بالصورة والقلم عن مكنونات الروح والنفس، حيث اللوحات الفنية التي تختصر التاريخ المشرق الغابر وترسم صورة الحاضر الواعد بأصابع غضة طرية من طلابها وشبابها الواعدين. وللكلمة دورها في هذه المناسبة الطيبة، الكلمة البناءة الموجهة من صدر أبناء الوطن ورجاله، فأقيمت الندوات التوجيهية واللقاءات التربوية والتوعوية مع نخبة من أبناء الوطن، ليكون العنوان الجامع لها كيف أخدم وطني في ظل طاعة ولي الأمر وفق منهج القرآن والسنة. ولم يكتف شباب الإخاء بهذا، إنما انطلقت جموعهم في مسيرات عفوية يحدوها سائق الحب ودوافع الوفاء والولاء لبلد الحرمين وخادم الحرمين دام فضله وإحسانه. كما نظم شباب الإخاء دورة كروية تجمعهم تحت راية الحب للوطن، فالوطن الصالح القوي يحتاج إلى الشباب الصالح القوي في دينه وعقيدته كما في بدنه وعقله.
ومما يوقف عنده من إبداعات شباب الإخاء وعطاءاته تنظيم مسابقة أفضل طبق شعبي وأفضل زي شعبي بين طلاب المدرسة، وهذا يعكس مدى تمسك جيل اليوم بعراقة وأصالة الماضي المجيد وعدم التنكر بتراث الآباء والأجداد من أجل متابعة الطريق والمشوار في بناء الوطن على ذات الخطى التي نهضت بها أجدادنا العظام. واحد وغير الشعوب. الفرحة هلت والكل يقول الله ولعزك يا بلادي هذا المجد صناه. الفرحة هلت والكل يقول الله ولعزك يا بلادي هذا المجد صناه. راعي العلوم الغانمة تسلم لنا يمنا رفرف برقنا الأخضر فوق فوق محلاه غالية رايتنا. كما امتدت نشاطات الإخاء في هذا اليوم الخالد إلى خارج حدود المدرسة لتغطي جزءا من قطاعات المجتمع المختلفة انطلاقا من بيوت الله تعالى أشرف وأطهر بقاع الأرض، فساهموا في حملة تنظيف بيوت الله تعالى والعناية بها لتبقى منار العلم والمعرفة ونشر الوعي الديني والعلمي. الله قصة بطولة كل يقولها قصة بطولة الله غالية رايتنا. هذا بالإضافة لترتيب زيارة إلى مركز التدوير التعليمي من أجل الحفاظ على سلامة البيئة ونظافة المجتمع. والهدف من هذه الزيارة بهذه المناسبة الوطنية إعداد الجيل المثقف والواعي بمختلف مناحي الحياة ونشاطات المجتمع، لا سيما التي تساهم في حماية المجتمع والنهوض به. من مكة ومن طيبة من كل أنحاء بلادي من أبها ومن صفوة والرملة والوادي ومن كل أنحاء بلادي والرملة والوادي إنها لنا أخوة والهيل والكادي لا جاء وقت الهمة ونادانا المنادي وحده كلمتنا وهي عز قوتنا وحده الله نجد وتهامى أهل الشهامة عاشوا. كما رتبوا في الوقت ذاته زيارات لبعض المتاحف الوطنية والأهلية، ومنها متحف الفنون المنزلية ومتحف عبد الرؤوف خليل. والغاية من ذلك ربط الماضي بالحاضر والسير في بناء المستقبل على هدى وخطى الآباء والأجداد، فالتطور لا يعني التنكر للماضي وتجاهل تراث الأمة، بل الاقتباس من ذلك الماضي العريق ومتابعة مسيرة البناء والرقي وصولا لأعلى المستويات الحضارية. يحق لي أفخار بك يا أغلى الأوطان نورك عم الدنيا من قديم الزمان. بك يا أغلى الأوطان من قديم الزمان قبلت أمتنا انتي
ومن اللمسات التي لا تنسى لشباب الإخاء تلك اللفتة الاجتماعية الإنسانية الرائعة التي تختصر كل معاني الرأفة والرحمة والأخلاق والكمال، عندما قام جماعة من الشباب بزيارة المرضى من أبناء هذا الوطن ليقدموا لهم الكلمة الطيبة والابتسامة الدافئة واليد الحانية، ويقولوا من خلال ذلك: نحن معكم وأنتم معنا وكلنا شركاء في هذا الوطن. أخيرا، هذه البادرة الطيبة من فريق عمل الإخاء حملة التبرع بالدم تحت عنوان قطرة دم تساوي حياة، ليبعثوا من خلالها رسالة لأرض الوطن أننا بالدم والروح نفديك، لأنك ساكن فينا وفيك ساكنون، وهبتنا الأمان والحنان، فلا أقل من أن نهبك من دمائنا وأنفسنا. نحبك يا وطني، يا وطن الأمجاد، يا وطن الآباء والأجداد والأحفاد. نحبك يا خادم الحرمين، ونعاهدك على الوفاء والفداء.